أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة والشارع المصري. من تأكيد من الموضوعات الهامة جدا، ومنذ قيام ثورة يناير كان هناك مصطلح دائم بنتكلم عنه، مصطلح مرتبط دايما بأننا بنتكلم عن الاستقرار والتوافق السياسي. من 25 يناير أو تحديدا أكثر تحديدا يعني من بعد 11 فبراير واحنا بنتكلم على انه المجتمع المصري والشارع المصري والاحزاب السياسيه المصريه يجب ان تعمل على نوع من التوافق السياسي حتى يكون هناك استقرار سياسي داخل الوطن. حتى هذه اللحظه احنا لسه بنتكلم عن التوافق السياسي ولسه بنسعى الى الاستقرار السياسي. حتى هذه اللحظه مش عارفين التوافق السياسي ما بيحصلش ليه، مش عارفين اين المشكله. ما يمكن لو عرفنا المشكله هنقدر نعرف الحل. حزب حاكم ومعارضة، أغلبية وأقلية، شارع مصري وأحزاب سياسية. المشكلة أنه ربما المسألة حدث هناك فيها انفصال منذ أن أصبح هناك قوى سياسية ونخبة سياسية والشارع المصري في جنب تاني خالص، وكله قاعد بيكلمنا عن التوافق السياسي، والشارع ما زال يحاول رصد أي تحركات جادة من أي فصيل سياسي وأي جهة سياسية عشان يقولوا لنا هو التوافق السياسي هيحصل امتى، هو الاستقرار السياسي هيحصل امتى. مش عشان نلغي معارضة ونحتفظ بأغلبية أو نحتفظ بحزب حاكم. الاستقرار السياسي معناه الاثنين لازم يكونوا موجودين، ولكن كيف تجلس كل الأطراف إلى مائدة واحدة؟ كيف نتوافق على أن مصلحة الوطن أولا قبل أي انتماء حزبي، قبل أي شيء؟ هناك مصر ثم هناك أي شيء آخر. ربما هذه هي المعادلة اللي احنا مش عارفين نحققها لغاية دلوقتي. مش عارفين نحققها ليه؟ الله أعلم. بلدنا مصر ما بين الحكومة والحزب الحاكم والرئاسة من جانب، ويشيدون بإنجازات الرئيس ويقولون بأن مصر ستتقدم وأننا بدأنا الطريق بالفعل وخطوات الطريق إلى التقدم والتنمية ويعني الإنجازات الكثيرة جدا، وما بين من جانب آخر معارضة بسيطة، بقايا ثوار، وما بين مواطن ما زال يعاني من أيام النظام السابق من الكثير من القضايا والمشاكل وما زال يعاني منها الآن، وقد تكون تزايدت بعض الشيء، وعلى رأسها بالطبع انقطاع الكهرباء، ما بين تمرد وتجرد، ما بين قضايا كتير جدا. المواطن بيجد نفسه ان هو حاسس وشايف وسامع انه ما فيش استقرار امني ولا سياسي ولا اقتصادي. يمكن من الحلقه اللي فاتت بدانا موضوع الاستقرار وبداناه من الجانب الامني. نواصل اليوم هذا الموضوع الاستقرار، ولكن اليوم ناخذه ونتناوله من يعني شكل اخر او جانب اخر، الاستقرار السياسي، وبالطبع السياسي لازم هيقودنا ايضا الى الاستقرار الاقتصادي. الحقيقه يعني حول هذا الموضوع هنناقش او هتكون المناقشه النهارده، ولكن دعونا نتطرق الى خبر عن سياده رئيس الوزراء الدكتور هشام أنديل. الخبر بيقول انه بالامس مخاطبا شعب مصر انه في هذه المرحله الحرجه التي يواجهها الوطن، هل سيذكر التاريخ ان القائمين على الامر والنهي قد اعلوا مصلحه الوطن فوق كل الخلافات، ام ان البعض استمر في المزايده واستغلال الفرص حتى في اوقات المحن، مضيفا هذا وقت الاصطفاف وايثار مصلحه الوطن. يعني هذا الحوار او هذه الكلمات قالها السيد رئيس الوزراء دكتور هشام أنديل، وفي نفس الوقت يعني ما زلنا نراقب أو نحاول أن نجد شيء من الاستقرار، ونحاول أن نجد مشروع قومي نلتف حوله جميعا ونكون بالفعل مقتنعين به، ما بين المعارضة التي تعارض على طول الخط أو المعارضة التي تحاول أن ترى الجيد من السيء، والمواطن في الأول والآخر، والاستقرار السياسي والاقتصادي. هيكون ضيوفنا الحقيقة منورنا في حلقتنا النهاردة دكتور مدحت خفاجي، أستاذ بمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية وبحزب الوفد سابقا. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. معنا أيضا الأستاذ محمود عامر القيادي بحزب الحرية والعدالة من الحزب شخصيا. أهلا بحضرتك يا فندم. حالا مع حضراتكم يعني نبدأ الحوار حول هذا الموضوع، الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، ولكن بعد أن نتابع هذا الفاصل ورأي الشارع المصري.
نرجع مرة تانية أعزائي المشاهدين، وعلشان يعني هنشوف التقرير الخاص بالشارع المصري بعد قليل، ولكن احنا عايزين نقول انه مسألة الاستقرار السياسي أصبحت يعني عملية بتسبب، كلمة الاستقرار والتوافق السياسي أصبحت مسألة بتسبب نوع من الحساسية كده شوية لدى المواطن. أستاذ محمود عامر، في بعض المصطلحات أصبح الشارع المصري بيكرهها، مش عايز يسمع كلمة نخبة، مش عايز يسمع توافق، مش عايز يسمع ان احنا قاعدين بنتكلم فصيل ضد فصيل. المواطن في الشارع المصري دلوقتي عايز يسمع كلمة واحدة: مصر والمواطن المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكركم. تصوري الحقيقة انه الشارع المصري الآن بأغلبيته ينشد الاستقرار ويعيش التوافق، بعيدا بقى عن كلام النخب والكلام ده، لكن الشارع المصري متوافق مع بعضه، متعايش، عنده مشكلات، نعم عنده مشكلات، والمشكلات قد تسبب له بعض المشكلات، لكنه عايش متعايش مع هذا بمتاعب، لكنه متآلف مع هذه المشكلات. وكل ما تفعله الحكومة الآن هو محاولة الخروج من هذه المشكلات. عندنا أزمة البوتاجاز الحمد لله انتهت، والبنزين انتهت، السولار كان يعني تحدي شديد جدا في مواجهة موسم حصاد القمح، أعتقد أنه الحمد لله انتهت المشكلة تماما، بل بالعكس أنه اليوم القمح في هذا العام يعني يكاد يصل إلى ضعف ما ورد وأنتج العام الماضي. صحيح. رغم أزمة السولار. واحنا يعني جدير بالذكر ان احنا عايزين نشكر في هذا السياق من عامل لفترة طويلة جدا معهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة المصرية، الذي عمل على إنماء محصول القمح. دي فترة عمل استمرت 5 سنوات من العمل المتواصل داخل معهد البحوث الزراعية لزيادة إنتاج سنبلة القمح، والحمد لله عمل 5 سنين شفناه النهاردة والسنة دي متوج في حصاد للقمح يمكن لم نراه من قبل. جزئية مهمة في الموضوع الحقيقة، يعني كان يمكن هذا القمح يكون في الحقول ولا يمكن جمعه أو حصده أو تخزينه لولا وجود السولار. السولار أزمة كانت محتدمة، وكان هناك معوقات حقيقية وتهريب وسرقات في مجال السولار والبنزين. أعتقد أنه وجه هذا الأمر بجدية، وتم دفع أكثر من 20% زيادة في حصة السولار وكل المحروقات في السوق المصري عشان نستطيع أن نصل لموسم حصاد، لأن ممكن جدا مركز البحوث الزراعية يصل لهذا الحجم من الإنتاج ثم لا نستطيع أن نجمعه، لكن الحمد لله أنه وصلنا إلى هذا، وما زلنا الحمد لله المحصول تقريبا مثلين العام الماضي، وده الحق شيء مبشر بالأمل إن شاء الله. أنا أعتقد أن الشارع المصري يشعر بهذا ويعيش التوافق. الخلافات قد تكون بين النخب السياسية والقوى السياسية في مناخ سياسي ومنافسة سياسية طبيعية بين من ينشد الأغلبية ومن يعمل على أن يكون معارض جاد يوصل فكرته ورؤيته إلى الشعب المصري والمواطن المصري حتى يختاره في المرة القادمة. من هو المعارض الجاد من وجهة نظر حضرتك؟ لابد أن نقول أنه في أي نظام في العالم لابد أن الشعب يخرج فيختار نوابه، يختار هناك، يكون هناك نتيجة، في ناس حصلت أغلبية أو أكثرية وفي ناس حصلت على أقلية. اللي حصل على الأقلية بيمارس دور المعارضة، والمعارضة مش لا كل حاجة، لا، يقول للمحسن أحسنت والمسيء أسأت، ويقدم وجهة نظر ورؤية واقتراح وحلول لبعض المشكلات حتى يطرح نفسه أيضا للمواطن المصري حتى ينتخبه في المرة القادمة. من الجانب الآخر نعم، ويؤخذ بها. طبعا، بالعكس. يعني أنا لو أنا في الحكم الآن وجاتني نصيحة جادة وفكرة وطرح ورؤية جيدة في مجال، بالعكس، لصالح حزبي ولصالح أغلبيتي ولصالح هذا الشعب والمواطن المصري أخذ بيها. لو أنا قصرت في الأخذ بيها هياخذ بيها المعارض، وقد يحوز الأغلبية المرة القادمة وهو ينجح وأنا أفشل. لكن اللي بينشد النجاح للوطن والنهوض بالوطن لابد أن اقتراحاته والأفكار تتضافر بحيث نصل إن شاء الله لنجاح لنا الوضع بالنسبة لنا احنا يا دكتور كأفراد وكأحزاب. يعني إذا كنا بنتكلم عن المعارض الجاد، طيب هل احنا كمواطنين وكأحزاب بنترصد للحزب الحاكم أم بنرى الأمور على حقيقتها وبنقول إن احنا فعلا مش يعني لاقيين المشروع القومي الجيد اللي ينهض بالبلد بالفعل؟ يعني تقييم حضرتك لآرائنا، ولكن أنا هستأذن حضرتك هنستقطع من البرنامج ونعود بعد قليل بعد رفع أذان العشاء.
نعود مع حضراتكم مرة أخرى على الهواء مباشرة، ونعود مرة أخرى إلى دكتور مدحت. كان سؤالي لحضرتك قبل الأذان عننا إحنا كأفراد وكأحزاب، هل نترصد للحزب الحاكم والرئاسة أم بالفعل الاعتراضات هي موثقة أو ليها أساس من الصحة والدليل؟ يعني ناخد القضية اللي أنت طرحتيها. زميلة حضرتك قالت إن الإنتاج بتاع القمح زاد الضعف من السنة اللي فاتت. أولا ده غير علمي إن يزيد الإنتاج الضعف في سنة واحدة، خصوصا إن 40% من الأراضي فقط بتستعمل التقاوي اللي هي كثيرة المحصول. ثانيا لا يوجد توثيق لهذا 9.5 مليون طن الانتاج القمح. هم خدوا اكبر انتاج لفدان اللي هو 20 اردب وضربوه في 3.2 مليون فدان وراحوا طلعين، لكن الحقيقه ان المتوسط 12 اردب. واسالي كان فيه هيئه في وزاره الزراعه لتقييم المحصول، بياخدوا عينات من كل حوض عباره عن متر كده مربع ويحصدوه ويجمعوه الكلام. جه يوسف والي لغى الهيئه دي خالص عشان يقول انتاج زي ما هو عايز. الحقيقه الامر ان المتوسط 12 او 11 ارداب، ما هوش 20، والانتاج 5 إلى 6 مليون بس، ما هوش 9. الارقام دي يا دكتور مدحت حضرتك جايبها ازاي؟ لا لازم نقول ما هو إذا ما كان فيش هذا هيئه، ما هو يتكلم يقول اللي على كيفه 9.5 وانا اقول اللي على كيفي، لكن اللجنه اللي كانت بتقيم المحاصيل اتلغت من 20 سنه. دي واحده. تاني حاجه، اذا كان الكلام ده صحيح ان 9.5 مليون طن، ايه اللي يخلي لحد دلوقتي مليون طن توريد فقط؟ وما كان عامل حسابه على 5 مليون طن. طب فين الباقي؟ دي واحده. سيبك من القمح. انا لازم الواحد مثقف، لازم يبقى موثق، كلام موثق. واجيب لك الدكتور عبد السلام جمعه يقول رايه اللي هو ابو القمح على التليفون لو عايز يقول هو. نحاول نشوف دكتور عبد السلام جمعه ناخد بالنسبه للموقف الاقتصادي. موقف السياسي انا ليا راي فيه، نخليه تاني يعني. هل شايف ان هم مرتبطين ببعض؟ طبعا زي سياسه واقتصادي يعني. فالاقتصادي هو الاهم عند الشارع المصري. في دلوقتي احنا عندنا ازمه اقتصاديه سببها عجز الموازنه حوالي 200 مليار من 590 مليار للميزانيه بتاع السنه دي، وديون تريليون و500 مليار. دي بتكلف الخزانه 230 مليار ما بين فوائد وبين اقساط الدين، يعني 40% من الموازنه. دي لحد لوحدها تقسم ظهر اي اقتصاد. طب ممكن يعني معلش يا دكتور، يعني احنا بنتكلم ان ما بنقولش انه هذه المشاكل حاليه فقط او انيه، او في ظل النظام الحالي هي قديمه ولكن تزايدت. يعني انا حصلت ثوره وفي نظام جديد ونحاسبه على انه من ساعه ما جه القروض بتتزايد. أيوة ما تقوليش مشاريع ما غيرتليش الحال. طبعا الحل للاقتصاد في حل عاجل اللي هو دلوقتي، وحل آجل اللي هو الاستثمار اللي لن يأتي أكله قبل 4-5 سنين. فالشعب مش هينتظر الحل الآجل اللي هو الاستثمار. زي ما قال روبرت زوليك اللي هو رئيس البنك الدولي، قال إن الحاجات بتاعتنا دي سنة 2007 عايزة حل عاجل للمشكلة بتاعة دول النقد، وإلا هيموتوا من الجوع. وهو قدر ان هو ينقذ 42 مليون واحد من الجوع، ده حسب مجله فورن افيرز. ايه الحل العاجل؟ احنا عندنا موارد لتسديد ديون مصر وسداد عجز الموازنه محلي. ايه الموارد؟ اول حاجه، لو بعنا 3 مليون فدان مباني في الصحاري حوالين الدلتا والصعيد للمصريين بسعر بالمزاد بسعر لن يقل عن 100 جنيه للمتر، ويدفع 100 جنيه المرافق لشركه قطاع خاص عشان الحكومه ما تمولش، يبقى الفدان ل 4000 متر 400,000 جنيه. ال3 مليون فدان صافي غير الطرق تجيب تريليون و200 مليار يسددوا كل العجز ويسددوا معظم الديون. الفلوس دي موجوده في البنوك على ايد ودائع للمصريين. حسب تقرير البنك المركزي في تريليون و300 مليار جنيه ودائع عن المصريين. وبعدين المصريين دولت يفضلوا انهم يشتروا حتت مباني لان الفلوس هتتضخم وتضيع. المصريين في الخارج هو الكنز الاستراتيجي لهذا البلد. 8 مليون واحد
اقل تقدير عندهم مدخرات في الخارج تريليون دولار، يعني 7 تريليون جنيه. دولت نفسهم يشتروا اراضي بسعر معقول، مش نطرح لهم المتر ب 675 دولار في الصحراء. يعني برضو حطينا في هناك عقبة أو مشكلة في طرح هذه القضية. لا مفيش مشكلة، ده على جوجل. احنا كده انا دقيقة واحدة. لا ما انا ما لا ما انا ما لا هي مش مسألة لا هي مسألة بعيدا، لا مسألة بعيدا عن ان احنا سواء بنتكلم في موضوع تاني او نطرح حاجة. هي المشكلة الحقيقة واللي يمكن احنا بنقابلها هنا دايما في هذا البرنامج، ان احنا الحمد لله كل ضيوفنا اللي بنستضيفهم هم من الخبراء والمتخصصين، وكل مرة بنطلع كل اسبوع في هذا البرنامج بنقعد على الترابيزة دي وبنسمع كل الأجوبة المنتظرة وكل الحلول المقترحة من ضيوفنا ومن حتى بعض المتصلين. يعني احنا احيانا نتلقى مكالمات تليفونيه من بعض المصريين المقيمين بالخارج بيقول لك انت لو عملت كذا، لو بعت لي كذا، لو حولنا استثمارات كذا، لو كل مصري من حقه من بره يعمل. يعني الحلول مطروحه من جانب الحزب الحاكم، مطروحه من المعارضه، مطروحه من المواطن العادي، مطروحه من المصري المهاجر او اللي بيشتغل بره. الحلول دائما مطروحه، واحنا كمان مش عارفين نتوافق على ان احنا نتفق على احد هذه الحلول ونطبقها، ولا هي مساله العند السياسي دخلت بينا ان احنا اتكلم كلامي. اصل المشكله الاقتصاديه هي اما دي واحده بس ما كمل، انا ما كلمتش كلامي في دي واحده. دي هتحل المشكله، عايزه حل تاني. بنوك القطاع العام، بنك مصر اصوله وليس الودائع 450 مليار جنيه، البنك الاهلي فوق ال 100 مليار جنيه. هذه البنوك ما هيش بنوك تجاريه، هي بتسلف الحكومه، فاي بنك يعمل الحكايه دي، ولو بعناهم هنسدد العجز الموازنه ونسدد ديون مصر. دكتور احنا ليه ما بنقترحش ثالث حاجه ما هي دي الحل العاجل. الحل العاجل ده اسمه الحل العاجل. على جوجل ايرث هنعمل تخطيط لمدينه، وكل واحد يدفع يشتري 500 متر ياخد العقد الازرق على طول. في حل ثالث، مصلحه الاملاك الامريه تملك عقارات ومباني أكتر من تريليون جنيه من أيام التأميم سنة 1961. شارع شامبليون اللي جنبكم ده فيه أراضي وعقارات قديمة ما يزيدش عن 30 مليار جنيه. المبنى الاتحاد الاشتراكي اللي في ميدان التحرير بالأربع 5 فدادين يساوي 7 مليار جنيه. الفيلا بتاع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر اللي في المعمورة في 150 فدان زائد جزيرة 70 فدان في البحر، ده تساوي له 30 مليار ومقفول من سنة 81. هنفتحه امتى؟ طب يعني حضرتك ففي حلول يعني عاجلة. يعني حضرتك الحاجات التراثية يجب أن نستغلها تراثيا، ما نجيش جنبها. أنا بس هستسمحكم في حاجة اللي فندم فيلا جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر. اسمحوا لنا، احنا عايزين نسمع رأي الشارع المصري في الموضوع بتاعنا ونرجع لموضوعنا اللي احنا بنناقشه النهارده عشان نحاول نوصل لتوافق، لان احنا حتى مش عارفين نتوافق. سياسي نتكلم في التوافق، لكن الحل الاقتصادي انا قلته. اسمحوا لنا اعزائي المشاهدين نخرج الى هذا التقرير من الشارع المصري حول رايه في مساله الاستقرار والتوافق السياسي، ونرجع تاني نستكمل الحوار. سياسية وأمنية واقتصادية عديدة تمر بها قاطرة الوطن في طريقها إلى مصر الجديدة التي أردناها جميعا بعد ثورة 25 من يناير. وأصبح الاستقرار السياسي هو كلمة السر ومفتاح الحل وخاتم سليمان الذي يبحث عنه الشارع المصري حتى يتفرغ لعملية البناء والتنمية. فمتى وكيف يتحقق هذا الاستقرار؟ هذا ما سيجيب عنه الشارع المصري. حركة تمرد أو حركة تجرد ما هيأكلناش عيش، وزي ما ظهرت جبهة الإنقاذ ظهرت جبهة الضمير. يا جماعة الحركات دي كلها بتدور في حلقة مفرغة. مصر ما فيش فيها إنتاج. يعني احنا لازم نبص لأسبانيا لما شالوا فرانكو وهوزي مبارك، الأحزاب اتجمعوا مع بعض قالوا لازم نقعد 3 سنين نشتغل لأن الشغل هو اللي هيوقف أسبانيا. لكن احنا دلوقتي فضينا للأحزاب
وفضينا التمرد وفضينا التجرد، وسيبنا المواطن البسيط اللي ما عادش لاقي ياكل ولا لاقي يشرب. الاستقرار السياسي في مصر بيتمثل في ان السلطة تحتوي المعارضة ويكون في اتفاق على مبادئ عامة الدولة تمشي عليها، لان انا شايف ان في انشقاق. اولا الامن، 2 الاقتصاد، 3 اخلاص في العمل، 4 ان يكون اصحاب الشأن لا يفرق بين زيد وعبيد. التصالح بين جميع القوى السياسية، وأن نتوقف بعض الوقت عن المظاهرات والاحتجاجات، لأنهم منذ اندلاع الثورة أو منذ حكم المجلس العسكري حتى الآن فيما يقرب من 7650 وقفة احتجاجية ومظاهرة، فهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار. أهم شروط الاستقرار السياسي في مصر ان يبقى في اولا استقرار امني في سيناء، لان هي دي البوابه الشرقيه لينا، وعلشان يتم استقرار امني في شمال سيناء لازم يبقى في تنميه وفي جذب للسكان هناك. الاستقرار السياسي هو حريه التعبير عن الراي، وانه يكون فيه معارضه قويه، وانه يحترم راي المعارضه وما يبقاش فيه قمع للحريات. هو ان تتجمع القوى السياسيه كلها وتتوحد على مصالح البلد والوطن، وان كلهم يعني يتفقوا على ان ننهض ببلدنا. طبعا لازم القوى السياسيه تتحد مع بعضها، ويا ريت الشعب المصري يستقر فتره كده ويدي فرصه للدكتور مرسي. الراجل لسه يعني بقاله فتره مش طويله اولا، وكل القوى السياسيه لازم تتحد الفتره الجايه ديت، وشعب مصر والصناعه طبعا لازم نطور فيها على قد ما نقدر. لو كل واحد جد في عمله واجتهد الفتره الجايه اكيد ربنا هيكافئنا وهيجازينا ان شاء الله كل خير. اهم الشروط الاستقرار السياسي هو الامن، وشعور المواطن بالامن والامان في حياته، ووجود انتاج يكفي لكل جموع الشعب. علشان يحصل استقرار سياسي في اي دوله لابد من تطبيق سياده القانون، بمعنى ان القانون يتطبق على الكافه بدون أي تحيز لأحد أو تمييز. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين إلى استوديو الشارع المصري، ونستكمل الحوار حول مسألة التوافق التي تؤدي بنا إلى الاستقرار السياسي المنشود والذي نحاول أن نستشعره في الشارع منذ أيام ثورة يناير. دكتور محمود، هرجع بجزئية قلتها قبل ما نطلع لهذا الفاصل وهذا التقرير. كل الناس عارفة المشكلة فين، وكل الناس عارفة الحل فين، وكل الناس عندها مجموعة من الحلول المقترحة، ومش عايزة أقول إنها يعني بعيدة المنال، لا، فيها كثير من هذه الحلول ممكن تحقيقها على أرض الواقع. طب إذا كنا عارفين المشكلة وعارفين الحل، بغض النظر بقى مين اللي بيطرحه، طالما أن هناك صالح عام، ليه حتى مش قادرين نتوافق على الحل؟ اشكرك، بس انا عايز اقول بس للدكتور مدحت اللي انا قلته عن القمح، انا مش دعوه بحصص زراعيه، انا بتكلم على ما تم توريده من القمح اليوم مقارنه بالعام الماضي. انما بيقول لا يؤتي اكله قبل 5 سنين، ده كلام زراعي علمي، لكن انا بقول ما تم توريده اليوم مقارنه بالعام الماضي تقريبا ضعف العام الماضي. وبقول ان ده قمح وده سولار وده وقود وده انتاج للشعب المصري. وكان عندنا وزراء زراعه سابقين كان القمح بالنسبه لهم زراعته وحصده وشراؤه من الفلاحين يعني كان كابوس، لكن الان اصبح انتاج القمح وتوريده للحكومه الان حلم للمواطن المصري، الفلاح المصري، انه بيبيع القمح للحكومه بالسعر اللي يناسب جهده وعرقه وما بذله من مال كمان في زراعه القمح. ده الجديد في الموضوع، لا ده عشان اقارن بالعام الماضي. وهذا مثال، احنا بنطرح هذا من مثال القمح عن طبعا اللي انا عايز اقوله في افكار اقتصاديه كتير قوي لكنها خياليه. يعني انا لما النهارده ابيع للمواطن المصري اللي في بره في دول الخارج المتر ب 100 جنيه واقول له خد متر 100 جنيه واطرح مليار متر مربع في 100 جنيه يعمل لي 100 مليار، واجيب شركات خاصه تعمل له المرافق، ده انا عايز امسكه حاجه في ايده واضحه. ما احنا عندنا مشروع ببيتك من 2007 حتى الان لم يسكنه مواطن واحد. الناس راحت بلد في هذا المكان لا مياه ولا صرف صحي ولا كهرباء ولا غاز ولا طرق ولا حاجه. احنا عارفين المشكله فين، نتعامل معاها بقى. انا بقول لحضرتك عشان ما نعملش حاجه من الخيال، اصل انا بطرح فكره خيال لكنها على الواقع لا تطبق. انا عايز
واقع فكره جديره بالتطبيق او قابله للتطبيق. الفكره قابله للتطبيق، انا لما عملنا اتعمل مدينه 6 اكتوبر او زايد او العبور او الشروق او العاشر من رمضان، مدن اراضي مرفقه واعطيت للمواطنين سواء اراضي اسكان او اراضي مشروعات صناعيه واستثماريه. هو ده اللي ممكن يبقى المواطن المصري يامن ليه، لكن اديله ارض في الصحراء، خد 100 متر 1000 متر اعمل مشروع او اسكن في ايه؟ لا مرافق ولا طرق ولا اي حاجه. فعايزين نقول حلول عمليه لحل مشكلات الوطن. عندنا مشكلات قديمه بنجلس على حلها، والحكومه اعتقد بتدرس حلها والوصول بها لحلول جاده. يعني عند حضرتك مشكله انقطاع الكهرباء ليس جديدا، لكنها الان يمكن بشكل مكثف. انا الان مهندس كهرباء ومحتك بهذا الحدث بشكل مباشر. كان ايام مبارك وشركات القطاع العام اللي كانت بتشتغل تبعا للدوله وهي ملكيه الدوله كان ممكن يوقف خط انتاج عشان الاحياء والشوارع والقرى والمدن تبقى في اناره وساعه الذروه، يوقف المصنع لحساب السكان. الان هو بيوقف كله لانه عنده ازمه في كله. كان مبارك بيتوارى خلف المصانع ويوقف المصانع عشان خاطر ينير الشوارع، وده وضع مختلف. يعني هل المصانع شغاله الان؟ كله زي بعضه. انا عندي نسبه الانتاج، انا الان بنتج 19000 ميجا من اجمالي مطلوب الان 24000 ميجا، فعندي عجز تقريبا الربع. فبيتم تخفيض الاحمال بالتناوب. يعني لو عندي مطلوب اخفض ربع القيمه يبقى تقريبا 6 ساعات في اليوم، فممكن اخلي ده ساعه وده ساعه وتتناوب الفصل بهذا الشكل، وبقدر الامكان تبقى يا في النهار. بس يا فندم هي في اماكن وفي اشياء ومشروعات انا في حتت في مصر ما اقدرش اعمل فيها ده. يعني انا ما اقدرش اروح اقطع الكهرباء عن حي وانا عارفه ان عندي مستشفى فيه. ما اقدرش اروح اقطع وعندي رعايه مركزه وعندي وحده اطفال مبتصرين. موضوع الكهرباء المستشفيات بتاخد من اكثر من خط، اكثر من مغذي. انا بقول هذا الكلام كهرباء، انا عندي فيدرز مغذيات بغذي المستشفى والمنشات الخاصه اللي هي فيها طوارئ حياه الناس او شيء من هذا القبيل، بغذيها من مدخلين، وابقى عارف ان انا مفصل ده بحمل على ده، افصل الثاني بحمل على ده. يا فندم ما ينفعش اكون في دوله متحضره المفروض وفي هذا انا عندي مشكلات. لا واكون بتكلم عن ان طب هقطع، يعني ما يكونش الحل بتاعي كدوله انه هقطع هنا وبعدين هبقى اقطع هنا. لازم يكون في حل جذري ان انا عندي كهرباء، ده شيء طبيعي. حضرتك انا عارف ان انا دوله عندي مشكلات، انا ما زلت في مرحله ما قبل التنميه كمان، مش بس التنميه. انا عندي مشكلات بواجهها لحين حل هذه المشكلات بشكل كامل وجذري. عندي بقطع شويه كهرباء، بقطع مده، بقطع وقت، احياء، شوارع، مصانع، كل ده وارد. لكن هل المشكله حلت بشكل كامل عشان نقول ان انا بقطع ليه؟ لا. هو الحكومه نفسها تقطع الكهرباء او الرئيس يقطع الكهرباء عشان الناس تكره الحريه والعداله او تكره الحكومه؟ لا طبعا. ده هو عايز يصل، لأحسن نتيجة ويبقى الناس النور عندها 24 ساعة بلا مشكلات. لكن إذا كان ليس مكان أبدع مكان، فبنحاول نوزع هذا الفصل على الأحياء والمدن والقرى بشكل متوازن، بحيث يعني بيقولوا المساواة في الظلم عدل. أنا مش بقول ظلم، لكن على الأقل يبقى يبقى كله بيتحمل، لأن إحنا عندنا كلنا مشكلة. ولازم نسمع. لا هو شوف اتفضل يا دكتور حيوان. أولا محطات القوى الكهربائية أنا الكباسيتي بتاعتها أو السعة بتاعتها 27000 ميجا وات، ما هياش 24، وده موثق يعني. لكن السبب دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. ما انا بقول لك الكفاءة انت يعني بتصعبها كده. لا هي موجودة، اللي موجودة. انت بتصعبها. انا بقول هي 24 انا ما قطعتكش 27 بقت 19. انا ما قطعتكش، استنى بس. لا انا ما قطعتك. هي المحطات الحالية تقدر تنتج 27000 ميجا وات، واحتياجنا حوالي 25. المشكلة مش مشكلة محطات قوة، المشكلة محطات التغذية، هذه المحطات بالغاز الطبيعي، صح؟ أو السولار غالي، فالغاز اللي هي السولار البي تي يو، المليون بي تي يو $22، السعر العالمي للغاز الطبيعي المسال $12، واللي في أنابيب $8. المشكلة عندنا إن الغاز الطبيعي مش كفاية، وده السبب ان احنا قطعنا عن الاردن وسوريا والحتت دي. ايه الحل؟ الحل في مستهلك بياخد 40% من الغاز الطبيعي. 2 اللي هم المصانع الاسمده، انها بتحرق النيتروجين اللي في الجو وتطلع يوريا، نترات نشاده، والمصانع بتاعت الاسمنت. الاثنين دولت بياخدوا 40% من الغاز الطبيعي. بما ان الاسمنت بتباع هنا اغلى من
سويسرا، مش بقى اوروبا، اغلى من سويسرا، بيبيعوا الطن ب 800 دولار، وهو سيف الكسندريا يعني يوصل اسكندريه ب 580 من الخارج، من تركيا، من اي بلد، من القبرص. فهم بيبيعوا لنا الاسمنت بالسعر العالمي اكتر من السعر العالمي، يبقى ياخدوا الغاز الطبيعي مش ب 3 دولار، ياخدوه ب 12 دولار. هم يستوردوا الغاز الطبيعي بتاعهم. الاسمده الكيماويه نفس الحكايه، بياخدوا الغاز الطبيعي من مصر ب 3 دولار، كان دولار قبل كده او 3/4 دولار، السعر العالمي 12 دولار زي ما قلنا، و8 اللي هو في انابيب. هم وبعدين بيبيعوا للفلاح الشكاره نطرات النشادر ب 150 جنيه، في حين لو الاوكراني اللي بيتباع في السوق برضك 130 جنيه نطرات النشادر. فبيبيعوا للفلاح نطرات النشادر اغلى من السعر العالمي، يبقوا ياخدوا الغاز الطبيعي من بره، يقوم يفضل 40% من انتاجنا الغاز الطبيعي نديه لمحطات القوه الكهربائيه، تخلص المشكله. طب دكتور مدحت اسمح لنا بدأنا في تلقي مجموعه من الاتصالات السمبل الذات يعني. هي كل حاجه السمبل ازداد، بس المهم مش عارفين ليه ما فيش رؤيه. لا ما فيش رؤيه. ليه؟ لان دي مصالح. ما فيش رؤيه، ما في حلول. طب اسمحوا لنا، انا معايا تليفون. هو انا لما يبقى عندي ازمه غاز، هي دي مش مشكله؟ ما هي مشكله. اكيد طبعا مشكله. لابد ان الاسبوع الجاي في كم من الغاز هيكفي الصيف كله ان شاء الله. ان شاء الله. معانا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اولا احنا الشعب المصري كان يتمنى الحزب الحريه والعداله والحزب الحاكم النجاح، لكن للاسف سقط وفشل لمجموعه من النقاط التاليه، اعتمد على عدم وجود اهل الخبره، واعتمد على اهل الثقه، جاب لنا وزراء بيتعلموا فينا. حضرتك في خلال السنه دي الماضيه الحكومه الحاليه حكومه الخديوي اسماعيل استلفت 12 مليار دولار، عايشين بالسلف من قطر وتركيا، وعايشين على القروض بقالنا 12 شهر مستلفين حوالي 15 مليار دولار. دينوا البلد دي ب 15 مليار دولار، بقينا الدين زاد الخارجي من 30 مليار ل 45 مليار دولار، الدين الداخلي زاد من 800 مليار ل 1400 مليار، عايشين على السلف، مفيش اي رؤيه اقتصاديه. تاني حاجه حضرتك الامن، الناس دلوقتي بتتقتل في الشوارع على 1000 جنيه و2000 جنيه، الناس الشعب المصري بيتذبح في الشوارع، الناس بتموت، الناس بتتسرق، مفيش امن. يعني انا مش عارف الحريه والعداله المفروض يبقى عنده استطلاع للراي العام ويشوف احساس الشعب المصري باللي بيحصل. فين الامن في خلال السنه دي؟ سرقات في كل حته، الشوارع اللي كانت فيها الامن والامان يعم. عايش فين حضرتك؟ عايش فين؟ عايش في شبرا، رمز الامان. دلوقتي كل شوارع سرقه بطاريات عربيات، سرقه ناس في الشوارع، سرقه المحلات. انتوا عملتوا ايه لمصر؟ كل ده في الشارع يعني في شبرا؟ في شبرا نفسها. عاوز تقول لحضرتك انجازات وزير الداخليه اتسرقت عربيته غصب عنه. انا عاوز اعرف انجازات حزب الحريه والعداله للشعب المصري، كنا نتمنى ان انتوا تنجحوا. وجهه نظرك وهننجح ان شاء الله، هننجح ان شاء الله ان شاء الله. عاوز اقول نقطه اخيره، هننجح لصالح الشعب المصري، مش هننجح. عاوز اقول نقطه اخيره بعد اذن حضرتك. مشروع تنميه قناه السويس. الو معاك يا استاذ شريف. مشروع تنميه قناه السويس ده حلم من الشعب المصري من 30 سنه، المفروض المشروع ده يتباع للشعب المصري، مفيش ولا واحد اجنبي يخش يملك قناه السويس. عندنا مستثمرين مصريين في الخارج استثماراتهم 500 مليار دولار. المشروع هو عموما يا استاذ شريف الشعب المصري فقط، مش عاوزين نرهن مصر زي الخديوي اسماعيل، مش دي تبقى حكومه الخديوي اسماعيل بعد 60 سنه. وشكرا ليكم. شكرا يا استاذ شريف. بس هو مساله مشروع تنميه قناه السويس هو اساسا مشروع تحت الدراسه وتحت البحث، وفي مناقشات كتيره وفي اعتراضات كتيره، وليس في تملك للاجانب ولا حتى للمصريين، كل حق انتفاع. حتى يتم البت والفصل ما بين الاراء المؤيده والمعارضه والمقترحات الموجوده، ونخرج بالشكل الامثل لتنفيذ هذا المشروع. فهذا المشروع في حد ذاته محتاج ان احنا يعني نتكلم عنه بشكل مستقل بعيدا عنه. انا بس هسال استاذ شريف، يعني كان نفسي اساله هو يعني عايش ازاي اذا كان القتل في الشوارع والامن في ايه، عايش ازاي امال، وكلمنا في التليفون ازاي يعني الحقيقه يعني واقع مرير هو بيحكيه، لكن رايي انه موجود بدرجه 1%. لكن لو هو يشعر بعدم الامان وفي قتل في الشوارع في شبرا وفي تهديدات امنيه بهذا الشكل، امال الناس عايشين ازاي في شبرا؟ وده طب هو سؤال مهم يا استاذ محمود، هي الناس عايشين ازاي؟ حوادث كتير. لا حوادث في كل بقاع الدنيا، في كل بقاع الدنيا، في امريكا في حوادث ارهابيه، في كل بقاع الدنيا في حوادث ارهابيه وفي حوادث امنيه وفي خروج عن الامن. القوانين معموله ليه؟ قوانين العقوبات معموله للخروج عن القانون، مش معموله عشان الناس جاده وماشيه كويس، لا. اذا حضرتك يعني شايف انه التصريحات التي حدث في لندن منذ قريب، ما هو حصل كلام، طب انا اعلق على الناحيه الامنيه كده، لكن دي واحده بس انا يا دكتور مدحت استاذنك، احنا بس عشان ايه ما نعيش المواطن المصري في هذا اليأس
احنا نفسنا ننجح، مش لينا ننجح، هذا الشعب نجاح للشعب المصري وللوطن والنهوض به، ان تنهض مصر على يد الحريه والعداله او غيرها، لكن لابد ان تنهض مصر رغم انف اي معوقات، لابد ان تنهض مصر. والحريه والعداله تقوم بهذا. لكن يقول لي حكومه خضير اسماعيل مين؟ خضير اسماعيل حضرتك لو في مواطن واحد بيشكو من شيء ما فيجب النظر في هذه الشكوى. طب انا بس ما تبقاش ظاهره الناحيه الامنيه، ما تبقاش ظاهره عشان الكلام يبقى واضح يعني. حاجات المؤسسه سريعا عشان احنا الناحيه الامنيه اتكلمنا فيها قبل كده في الحلقه الماضيه، فاتفضل حضرتك. 1912 1865 جريمه قتل، من سنه 2010 200 حاجه و50. دي دليل على ان ما فيش امن. بس دي احصاءات خارجه عن وزاره الداخليه المصريه؟ لا فين الداخليه؟ وزاره الداخليه المصريه في الاهرام. طب وانت حضرتك متصور ما هو الاحصاء اهو. ايوه، ما هو الاحصاء ده خروج على القانون. يبقى كم ضعف؟ ايوه كم بس مش معناها عدم امان، لا. كم ضعف؟ لا زي حوادث الطرق، هو دي معناها انه في عدد اللي محكوم عليهم بالاعدام، اللي بينفذ فيهم الاعدام حقيقه حوالي 250 واحد السنه اللي فاتت، اللي اتحكم عليهم بالاعدام ايام السادات في التسعينات لما خدت المحكوم عليهم بالاعدام عملنا زراعه كبد، كانوا 7 ل 8 في السنه. احيانا يقال نخرج بره المشكله عشان نقدر ننظر لها نظره جيده. فخلي الامنيه دي لوحدها. ايه هي مؤشرات الاستقرار السياسي والاقتصادي؟ ايوه كمبادئ. احنا قلنا الاقتصاد لازم الاقتصاد قلنا طريقه الحل العاجل، الحل الاجل هو الاستثمار. زي ماليزيا يعني حلقتنا مش الاستقرار السياسي بقى. ايه؟ في 3 اطراف في المعادله. في الحكومه ورئاسه الجمهوريه طرف، الشعب طرف، المعارضه طرف اخر. لازم يتوافقوا مع بعض. ايه السبب ان المعارضه لا تثق في الحكومه والرئاسه؟ ليه؟ والرئاسه مش واثقه في المعارضه. ماشي يعني، لكن هم اللي في السلطه. لم ثقتهم في المعارضه مالهاش قيمه. فليه المعارضه لا غير واثقه في ان الرئاسه او الحكومه مقتنعه بتداول السلطه اللي هو النظام الديمقراطي. ليه؟ ايه السبب؟ في 3 اسس للديمقراطيه ما هماش فيهم صندوق الانتخاب، بدونهم ما يبقاش في ديمقراطيه. ال3 اسس دولت انجازات ثوره 25 يناير، اللي هي استقلال القضاء، استقلال الاعلام، استقلال المنظمات المجتمع المدني، اللي للاسف ان حزب الحريه والعداله ومكتب الارشاد ورئاسه الجمهوريه عايزين يشيلوا ال3 دول. حسب شانون اونيل اللي هي باحث في مركز العلاقات الخارجيه في واشنطن، قالت لك لو الدوله دي فيها ال3 حاجات دولت يبقى في ديمقراطيه، ما فيهمش صندوق الانتخاب. فدلوقتي الاعلام الحكومه بتحاول، حتى عندكم في سبيرو في خط احمر. تاني حاجه القضاء بتحاول الحكومه تضيع استقلال القضاء بالاعلانات الدستوريه. ثالث حاجه منظمات المجتمع المدني بتعمل لهم قانون يكبلهم. يبقى ازاي ال3 اسس بتوع الديمقراطيه اللي بيضمنوا تداول السلطه هذا الحزب الحاكم عايز يخلص عليهم وعايز المعارضه تثق فيه؟ هي دي المشكله. لو الحزب الحاكم اقنع المعارضه انه هو ويا تداول السلطه لا يضير المعارضه انها تنتصر. طب دكتور مدحت اسمح لي اسال حضرتك سؤال. الطرف الثالث بقى. لا اسال حضرتك سؤال. بقى انا جاي للطرف الثالث، اللي هو الطرف الاهم. اللي هو الطرف الاهم. الشعب. ايوه اللي هو الطرف الاهم. الطرف الثالث من وجهه نظري مع اذن حضرتك الطرف الثالث هو الشعب، المواطن المصري. ايوه ما انا هقول لك الراي. هل الطرف الثالث عنده ثقه في المعارضه؟ لا. انت واخد بالك ليه ما عندوش ثقه في جبهه الانقاذ؟ لانها لا انا ما بتكلمش على جبهه الانقاذ، انا بتكلم على المعارضه على اطلاقها. ما هي يعني رمزها احزاب سياسيه اخرى، حزب جديد، حزب قديم زي الوفد، طيب اي مكان. ما انا جاي. الشعب المصري يضع ثقته في مين؟ ايوه الشعب المصري وجد ان المعارضه ما قدرتش تستخلص حقوقه من الحكومه. فايه اللي عمله؟ بيمارس الديمقراطيه المباشره. اللي خلاهم معارضه دي واحده بس. الديمقراطيه المباشره دي واحده بس، ما انا ما قطعتكش، ما بحبش اقطع حد. بيمارس الديمقراطيه المباشره، هي الاصل في الديمقراطيه. اللي هو الشعب ملوش مندوبين يدافعوا عنه. ليه؟ لان المندوبين بتوعه اللي انتخبهم ناموا ويا الحكومه. اللي هو الديمقراطيه المباشره بتاع ميدان التحرير
واخرهم اللي هي حمله تمر. دي نوع من الديمقراطيه المباشره. هو الشعب ادى الاصوات للدكتور مرسي انه رئيس جمهوريه، ده توكيل. هو لانه غير كفء للمنصب فسحب بيسحب التوكيل بتاعه وعايز واحد تاني. طب هو مش معترض على الدكتور مرسي، هو معترض على كفاءته وكفاءه مكتب الارشاد. في كلام بيترد عليه وفي كلام ما بيتردش عليه. انا هقول المحاور الثلاثه اللي قالهم كلهم كلام عالي من الصحه. اولا استقلال القضاء، لا يتدخل احد مطلقا في اعمال القضاء، ولم نسمع ان قاضيا قال بان الرئيس مرسي او احد الوزراء او رئيس حكومه طلب منه حكما بشيء او حتى تاجيل جلسه من جلسات المحكمه. نمرة 2 في القضاء انه النائب العام تم تعيينه طبقا لقانون السلطه القضائيه الماده 119 الموجوده حتى اليوم الاربعاء 22 مايو، حتى اليوم الماده 119 تقول يعين رئيس الجمهوريه النائب العام من بين وصف مين اللي عين منهم الرئيس النائب العام، وده ليس جديدا. مبارك عمل كده وسادات عمل كده وعبد الناصر عمل كده، يعني مبارك عين. اذا كان من حقه تعيينه يبقى من حقه كمان يشيله. انا بقول لحضرتك لا الكلام ده مش صح يا دكتور. انا بقول لحضرتك ده قانون سلطه قضائيه انا برضك ليا حق في الراي. اقرا حضرتك، اقرا بس القوانين عشان ما تتهموش الرئيس والحكومه تعيين النائب العام عارفها يا دكتور. طيب. ماده 119 من قانون السلطه القضائيه اليوم الاربعاء 22 مايو فيها هذا النص. ما انا هقول لك بس ما خلص بس وانا هقول عشان الكلام واضح. السلطه القضائيه لا يتعدى عليها احد، لا الدستوريه حق اصيل لرئيس الجمهوريه المنتخب. جبهه الانقاذ والمعارضه بترى ان المجلس العسكري كان من حقه اصدار اعلان دستوري مكبل كان هناك ولا ترى ان الرئيس لا يفعل لا اعتراض شديد ازاي. ولما الرئيس يصدر اعلان دستوري يبقى لا الرئيس يصدر اعلان دستوري وله الحق في ذلك، ده وليس تغول على السلطه القضائيه. نمره 2 السلطه التشريعيه مستقله، الاعلام مستقل. اذا كان في بعض الشخصيات لها حضور او عدم حضور، جبهه الانقاذ تحضر في هذا التلفزيون المصري اللي ملك الشعب المصري، وكل الاحزاب وكل القوى السياسيه تقدم ارائها، والتلفزيون المصري بيذيع ذلك في كل قنواته. في الاعلام الخاص ايضا كل الضيوف ياتوا من كل الاتجاهات. الاعلام والقضاء مساله مهمه جدا. الشعب المصري يثق في الحكومه ويثق في الرئيس ويثق في حزب الحريه والعداله ويعطيه صوته. انا بس عايز النخبه المعارضه اللي لا تجد نفسها الا في المعارضه، هي دي المشكله. اولا الشعب المصري يختار التعديلات الدستوريه بقول نعم للاستقرار في 19 مارس 2011، وبعدها انتخابات مجلس الشعب، وبعدها انتخابات مجلس الشورى، وبعدها انتخابات رئيس الجمهوريه، وبعدها مشروع الدستور. كل ده الشعب المصري حاضر بشكل طبيعي بيقول انا فين. مش بيقول للمعارضه انا معايا، لا، المعارضه لن تقدم شيئا للشعب المصري حتى يختارها او حتى يغير رايه في الحكومه او في الحزب الحاكم او في الرئيس او في الحريه والعداله. المعارضه لم تقدم شيء، تقدم بديلا، لا رؤيه ولا فكره ولا اقتراح، كله كلام غير ممسوك وكلام غير مدروس وكلام غير علمي. كانك بتقول حاجه. انا لما قلت ان في مشكلات في الكهرباء، في ازمه غاز، الا توجد ازمه غاز؟ في ازمه غاز، لكن مجرد تحل ازمه غاز تنتهي مشكله الكهرباء، زي ما حلت مشكله السولار. انتهت مشكله السولار، واجهنا موسم حصاد بشكل جيد الحمد لله، والحصاد هذا العام بهذا التوقيت ضعف نفس التوقيت العام الماضي. ده اللي بنتكلم فيه. احنا بنواجه المساله مش مساله يعني تغول على القضاء. الرئيس مرسي نفسه اعتقل عام 2006 في منصه السلطه القضائيه واستقلال القضاء 7 أشهر، هو الدكتور عصام علان و700 شاب من الاخوان المسلمين في مايو 2006، واحنا كنا موجودين نواب في ذاك التاريخ. اعتقل الدكتور محمد مرسي من اجل استقلال القضاء. استاذ محمود، ده الحوار في هذا الموضوع لا ينتهي، الحقيقه وقتنا انتهى. عشان ما حدش يعني هذا الموضوع يحتاج الى حلقات. التعدي على السلطه القضائيه، انا عايز اتكلم عن النائب العام مستقل، لكن عشان نقول ممكن نستكمل في الحلقه القادمه هذا الموضوع، بس عشان ايه ما حدش نقعد نقولها 100 مره وبرضه هيقولها ثاني. كل ما يقولوها هنرد عليهم بنفس الرد، لان هو من حق الحزب الحاكم ان يرد، ومن حق المعارضه ان تعبر عن رايها، ومن حق الشعب المصري ان يصدق من يصدق وان يتبع من يتبع، او ان يقرر ان لا يصدق احدا وان يمشي بهواه الشخصي وارادته الشخصيه. ومؤشرات الشارع المصري بتقول انه الشعب المصري قرر انه هو يستقل بذاته ويمشي مع نفسه. في ختام هذه الحلقه اعزائي المشاهدين بشكر ضيفي في هذه الحلقه، اشكر الاستاذ محمود عامر القيادي بحزب الحريه والعداله، واشكر ايضا الدكتور مدحت خفاجي استاذ معهد الدراسات السياسيه والاستراتيجيه بالوفد سابقا على وجودهم معنا في هذه الحلقه.
ملف مفتوح، الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، وتبقى لنا حلقات وحلقات نناقش فيها هذا الموضوع. في ختام حلقتنا مشاهدينا بنشكر حضراتكم ونلتقي بكم الأسبوع القادم في نفس الموعد والشارع المصري.